المجاملات وحشة والله يا جدعان. لما يوصل بينا الحال إننا نفرح بالتعادل مع موزمبيق في الوقت الضايع يبقى الموضوع كارثي. الكورة ما فيهاش مجاملة يا عم فيتوريا، ظلمت ناس في اختياراتك للتشكيل الأساسي يبقى شيل بقى يا كوتش. في 3 أو 4 موجودين كانوا في الملعب عشان اسمهم وبس، وهم فنيا ملهمش اي دور ولا اهميه، بس بيلعبوا على حساب لعيبه ماسكه فورمه بقالها سنه لمجرد انه ما يتقالش في فريق واحد موجود منه 5 أو 6 لعيبه في الملعب. الله يمسيه بالخير، حسن شحاته كان بيلعب باللي يستاهل وجاهز اي كان فريقه من غير ما يحسب لها. الكلام ده انا قلته قبل البطوله كتير لما كنت بقعد مع اصحابي، وكانوا دايما يقولوا لي طلع انتمائك بره المنتخب، يا رب تكونوا مبسوطين معانا، لسه فيها عادي وتقدر تصعد اول كمان ولو عاوز، بس انت فكك من الالوان يا عم فيتوريا والعب بالصح وباللي جاهز، عشان والله العظيم ما حد هيسمي عليك وانت اول واحد هتشيل الليل. الخلاصه انه جرس انذار شديد ليك جدا جدا قبل مواجهه غانا يوم الخميس ان شاء الله.